اهزها الا انه كل يوم بالليل كده لما يبقى مع نفسه. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه. القناة دي تقدم محتوى تزعم إنه توعوي. بتكلم عن واحد كان دجوان، يعني شماشي صايع عاطل، بغض النظر عن المسمى. المهم راجل كده شوارعي. بعدين سمع صلاة الفجر، وبعدين تاب. بعدين بقى يسأل الناس زي ما لوحده حنشوف بيلاقي حاجه ثواني. ايه بتنغزه، هل هو ضميره، هل هو قلبه، هل هو برغوث في السرير، الله اعلم. المهم ان في حاجه بتنغزه ومخليه مش مستريح لهذا الوضع العبثي اللي هو فيه. في يوم راجع من احدى سهرات الشاي على القهوه، سمع امام الفجر بيقرا ايات من القران عن التوبه، فهي اثرت فيه قوي. حلو، نو بروبلم. روح البيت وفكر مع نفسه، فحس ان كده وضعه ايه، مش احسن حاجه. اعمل ايه. فتح دولاب ابوه، جاب عبايه سوداء، ولع بخور، شغل نشيد طلع البدر علينا، وقرر انه يلتزم. قعد شويه كده، طب يعني هم الناس الملتزمين بيعملوا ايه؟ دخل على الفيسبوك، افتكر ان كان عنده واحد في الاكونت بينزل ايه بوستات دينيه وحوارات، فدخل الاكونت وقعد يضيف الناس اللي بيعلقوا له، ثم اشترك في الجروبات اللي هم ايه مشتركين فيها. لقاهم بيتكلموا في حاجات اول مره يسمع عنها، اسماء وصفات وبدعه وزندقه ومرجئ وجهمي، وقال الشيخ فلان ابو فلان الفلاني وجزاكم الله خيرا والله المستعان، وحاجات مش فاهمها، بس جو كده ايه يعني، عارف انت، جديد عليه وحلو ومثير. من جواه يشعر ان عاوز يرمي نفسه في اعمق نقطه من هذا الجو الجديد عشان يكفر عن كل سيئاته السابقه مره واحده. نفسه يبقى مولود من جديد كده، وشخص قريب من ربنا، وفي وسط الجماعه الحلوين بتوع ربنا. شوف، خلينا نعدي اول شهر نبص على بيشو الدنجوان بعد مرور شهر من هذه اللحظه اللي حكيت لك عنها. فين بيشو يا اولاد؟ بيشو مين حضرتك؟ مفيش حد هنا بالاسم ده يا جدعان. بيشو انا سايبه معاكم هنا في الجروب من شهر. بيشو الدنجوان. هل تقصد الاخ ابو العباس الاسري جلاد المبتدع وقائر المنحرفين عن الصراط المستقيم؟ موجود ثواني نديهولك. ابو العباس قلب في حد عاوز الصباح يا صديق، عامل ايه يا شكيك؟ جاوبني بصراحه، هل انت كافر ام مبتدع ام زنديق؟ ما قولك في الاستواء؟ ما هي شروط لا اله الا الله؟ ما انا واخد الشهادتين. جاوب على جميع ما سبق دون الاستعانه بوسائل المساعده اللي استطيع ترجمتك في مخي والتعامل معاك باللي ينفعك، عشان لو انت عوج فكريا اقومك وافهمك بالحجه والدليل، وما تجيش معايا في حوار عشان اخوك بفضل الله جايبها من تحت قوي، وهيجلدك ويكسف جبهتك ويبقى شكلك وحش قوي. ايه حضرتك، انا مش فاهم حاجه يا اسكت. انا اقعد هنا، عندي طلعه هجلد بعد اعداء الدين واجيلك. اقعد على الكرسي طيب، نرجع مرة تانية. النوع ده موجود طبعا، ما ننكر. يسمي في نفسه فلان الأثري وفلان السلفي وفلان كذا. موجود. وللأسف طبعا أي إنسان يعني ما اكتمل النمو الإيمان أو التزكية الإيمانية عنده، ما يعني بلغ مبلغ، ودي ما بيبلغها إلا بعد العقيدة الصحيحة والاجتهاد في العبادات. فتلاقي النوع ده أبو فلان الأثري، وهو يكون ممكن ما هو خليجي أصلا، لكن تلقى له في يكون سوداني ولا مصري لابس شال خليجي مثلا وكذا. النوع ده موجود وكل شيء. والنوع ده طبعا ما في اختلاف، ما في شك إنه يعني على باطل، لأنه أنت ربنا من عليك بالعلم وبالإيمان أو بشيء من طلب العلم وحب الدين. الطريقة الوحيد لك إنك تكمل في التعليم، يعني تمشي تشوف العلماء وين وتدرس عندهم. علماء الربانيين وتستنضف، لأنه في القنوات بيجيبوا ناس مشركين مرة واحدة، واحدين كده زي نسر السرجبر وعلي جمعة والجفري وغيرهم من الناس اللي هم أصلا يعني مضلين. ده أحسن كنت تشرب عرقي وتعمل اللي عايز تعمله وخمور وكده، أفضل مليون مرة من تسمع الجفري وعلي جمعة ويسر جبر. كويس. فطريقك الوحيد الصحيح طالما من ربنا عليك بالاستقامة ونور قلبك، وفي الخير كلها دي منة من ربنا سبحانه وتعالى. في الحديث القدسي الطويل في آخره: من وجد خيرا ووجد شرا فلا يلومن إلا نفسه، وما وجد خيرا فليحمد الله. فالتقوى والهداية من الله سبحانه وتعالى، والإضلال إنه ربنا يتركك لنفسك ولهواك وللدنيا وللشيطان. فالنوع السرسجي اللي بقى كده شغال بيتكلم، وده في الغالب بيكون منحرف أصلا، يعني ما في إنسان بيقوم يعني يستقيم ويستقيم على جادة الدين، ويبقى جلاد المبتدعة ويحاور الشيعة ويحاور الملحدين وكده، وإلا يكون قطبي زي صاحب القناة ده نفسه وغيره كثيرين جدا، اللي هم بيكون يعني جوا كده يا أتباع الحكام يا عباد السلاطين كده. لكن ما بتلقى، نادر ما تلاقي واحد بيتابع العلماء، بيستمع للفوزان للعصيمي للألباني، ده كأمثلة يعني، ولا الأحياء يعني لا يقتدى بهم، يقتدى بمقدمات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. لكن هنالك رموز للحق في هذا، في كل زمان يعرف بهم الحق. زي مثلا في السعودية الكبار العلماء، طبعا المساجين ديك ناس حسن فرحان المالكي ده اصلا اعداء للاسلام وبيشتموا وعمر بن الخطاب وكذا، ما عندهم علاقه بالدين، وبعضهم خوارج اخوانجيه وكذا، ناس العوده ودير والطريفي وغيره، كويس، دواعش وبلاوي. لكن العلماء حقيقي ما في عالم بالسجن ولله الحمد والمنه. وربنا سبحانه وتعالى ما يعني يخلي الامه من العلماء. في مصر في شيخ علي، الشيخ خالد عثمان والشيخ علي موسى، هذا من تلامذة ابن باز، مفزول بيعرف في مصر لكن موجود وعايش ويدرس في طلابه وكذا. وشيخ رسلان وغيرهم من المشايخ، وغيرهم في الجزائر في السودان. في علام الناس اللي باختصار
بيلتزموا بالكتاب والسنة من غير لف ودوران ومن غير ما يتبعوا لجماعات. باختصار الشغلانة بسيطة جدا لمن يسرها الله له. الناس اللي ما بيتبعوا لأي جماعة أو لأي فكر منحرف هم أهل السنة وأهل الحق وأهل الجادة، واللي بيتبعهم ما بيكون بتاع كلام كتير يعني. وإذا كان تبعهم وبقى بتاع كلام كتير بتوعهم سنة سنتين وبيطلع بيكمل مع الجماعات القطبية اللي هم هدفهم كله زي ما أمس واحد منزل تغريدة اسمه عبد الله الشريف قاعد في لندن، نزل مصور الحجاج كغثاء السيل، وما الغثاء السيل دي مقصود به الحجاج دي فهم ناس صالحين، الأمة كلها وأنت ذاتك أكبر غثاء سيل. فعشان ما نشعب في الموضوع، صاحب القناة عمل الفيديو، الناس اللي بيعملون فيها بيردوا وليد اسماعيل ويردوا على الشيعة وكده، ده غالبا تلقى ما برد على الناس. منهج الخوارج منتشر جدا في الأمة، أي واحد يشوف رئيس مسلم يدعي في العمرة مثلا يدعي عليه ويشتمه ويكفروا وكده، ده ما برد عليهم. الناس اللي بيدعوا اللي بيحاوروا الشيعة وكده ديل مستحيل تلقاه يرد على الفكر الضال اللي انتشر بتاع شتم الحكام وكده. وفي أوروبا وفي أمريكا تلقاه قاعد ملتزم بقوانين الملكة وقوانين الملك بتاع بريطانيا وكده، ما يقدر يطلع عليها. لكن داير بلادنا احنا يكون فيها فوضى ويكون فيها قتل ويكون فيها كده، والحرب ولها كلام. فهو ده بيزكي الحرب، يزكي الفتن ويزكي المظاهرات، ودي مخالفة للشرع وبالأدلة وبالنصوص. فالناس النوعية زي بتاع القناة وغيرهم من الناس اللي عاملين فيها بيحاوروا النصارى ويحاوروا الملحدين زي ناس هيثم طلعت وغيرهم، ديل كلهم في الأخير ما بيأسسوا النشأة المسلم، ولا بيربطك بالعلماء الكبار، ولا بيربطك بالكتاب والسنة ربط حقيقي، وإنما يأخذ لك من الكتاب والسنة الأشياء اللي بتوافق منهجه. ففي الأخير عشان نلملم الأطراف الموضوع، النوع ده موجود. صاحب القناة غلطان، عنده غلط طاني كبير جدا، إنه جايب السرسجي ده بيسأل الناس رأيك شنو في الاستواء، رأيك شنو في العلو. طبعا أهل البدع الضالين والمشركين من المتصوفة وغيرهم بينكروا استواء الله سبحانه وتعالى عرشه والاستواء عليه. الآية واضحة، الرحمن على العرش استوى، يعني على وارتفع، واضحة عقيدة ما في أي اثنين ثلاثة، وده تفسير المسلمين لها سلفا وخلفا. لكن هم وحتى عوام المسلمين عارفين رب سبحانه وتعالى مستوي على العرش، ما عندهم شك في كده. لكن لأنهم ديل يريدوا أن يعني للأسف يعني لا يضعوا قدر الله، يقللوا من قدر الله صلى الله العافية ومن قدر الرسول عشان يرفعوا من قدر شيوخهم البدوي والرفاعي والمكاشفي والصايمديم والبرعي وكده، عشان يرفعوا أحمد من أخطر وأضل الناس واحد اسمه أحمد أبو العباس أحمد التيجاني، ده أضل غرب أفريقيا، ده كله انتهى منه هو جماعته. كويس، سحر ودجل وشعوذة وكفريات وبدع، انه في صلاة اسمها الفاتح بتعادل القرآن، دي كلها بدع. بتاع الصلاة بتاع القناة اكبر دنجوان، حقوا الفيديو نسميه صاحب القناة الدنجوان. فالدنجوان صاحب القناة للأسف الشديد ما وضح للناس حقيقة، ودي مصيبة انك تاخذ الوعي والمعرفة من ناس اصلا ما مكتملي الوعي والمعرفة زي صاحب القناة ده. صاحب القناة افترض طوالي يجيب يسر جبري قال مثلا انه النبي بيجيه في علنا كده بشوفه، وعلي جمعة قايل بلاوي والجفري قايل مصايب، ما جابهم ولا رد عليهم. ولا كمان الاخوانجيه ديك ناس وجد غنيم وغيرهم اللي قاعدين بيكفروا في المسلمين بالجمله وكده، ما بيجيبوا لك ديل ولا قناه الجزيره ولا غيرها، ما بيتكلم عنهم. لا، هو قاصد يطعن من وراء ويحاول يلم له ناس ربنا اصلا يعني اعمى بصيرتهم، يحاول يسوقهم في اتجاهه ده، اتجاه غزه وبتاع وحركات زي كده. فنسال الله العافيه والسلامه للامه جميعا، والناس يعني تتمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة، وتجتهد في معرفة ده. انت لو اجتهدت وطلبت الحق ربنا بعينك وبوفقك. لكن وباريت السرسجية بتبقى سرسجي، سرسجي اخواني، سرسجي صوفي، سرسجي ساي من اللي بيلبس عقالات وهم ما سعوديين اصلا ويتكلموا في الدين، وابو فلان الاثري وابو فلان لازم ابو فلان السلفي وابو فلان. ولا تزكوا انفسكم واعلموا بمن اتقى. انت انسان وصاحب معاصي وعارف نفسك، ما في داعي. اجتهد وصلي وصوم وبر والدينك وتعلم العقيدة، ولازم يوميا تقرأ في التوحيد، لأنه أصلا الضلالات دي بتجي من البعد من التوحيد والعقيدة الصحيحة. كويس، ودي ما حاجة يعني اكتشفوها الليلة زي ما بروج والصوفية، حاجة يعني عملوها الليلة الناس اللي بيزعموا انهم سلفيين، ولا سواها محمد بن عبد الوهاب زي ما بكذبوا الصوفيه، ولا سواها محمد احمد بن عبد الحليم زي ما بيزعموا، ولا سواها البخاري زي ما بيدعموا الاخوان المسلمين والشيعه وغيرهم، ولا سواها معاويه زي ما بيدعموا الرافضه وغيرهم كده، ولا النبي عليه الصلاه والسلام. انما ده امر نازل من ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون، وهو اعلم بمن اتقى ولا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. رب سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، علمه محيط بكل شيء، ووضع دين محيط ودين
يعني كافي لكل حاجات الإنسان الدينية والدنيوية. نعم. فالإنسان الموفق والسعيد من التزم هذا الدين ودعا الله للثبات. فالإنسان يدعو في السجود دائما: اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نسأل الله أن يثبتنا جميعا ويوفقنا ويهدينا إلى سواء الصراط. وصلى اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب